سلام. على بالكم راح تكون فيها أزمة بين المنتخب الوطني الجزائري وفريق اف سي باري النادي الفرنسي. الأزمة هذه اللي حيكون السبب تاعها هو سمير شرقي، هذا اللاعب اللي شارك في مباراة واحدة مع المنتخب الوطني الجزائري وتعرض بعدها لإصابة، لم يشارك في بقية مباريات المنتخب الوطني الجزائري. والأزمة هذه سببها سمير شرقي. سمير شرقي علاش أشعل فتيل هذه الأزمة؟ بسبب المشاركة نتاعو مع المنتخب الوطني الجزائري في بطولة كأس أفريقيا 2025، حتى اللي كان ودعها المنتخب الوطني الجزائري في ربع نهائي على يد منتخب نيجيريا. باش نكونوا في الصورة، سمير شرقي التحق بمعسكر المنتخب الوطني الجزائري اللي كان تحضير لكأس أفريقيا، كان يعاني من إصابة على مستوى الركبة، لكنه تعافى منها لأنه شهدنا تدريبات كانت فردية وعلى انفراد. بعدها انضم إلى المجموعة، مما سمح له بالمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في مباراة بوركينا فاسو في الجولة الثانية من دور المجموعات، لكنه تعرض لإصابة جديدة في العضلة الخلفية هي الفخذ في المباراة، وكنا نقول هذه الإصابة ربما احتحرم من المشاركة في بقية مباريات المنتخب الوطني الجزائري. وحقيقة ما شاركش في المباريات المتبقية، لكنه بقي مع معسكر المنتخب الوطني. بوادر الأزمة بين باريس اف سي والمنتخب الوطني الجزائري بسبب إصابة سمير شرقي، لأنه البوادر نتاعها بدأت تظهر في الأفق بعد ما كان نادي اف سي باري الذي يلعب له المدافع سمير شرقي ومنتخب الجزائر بعد إدلاء لتصريحات مدرب الفريق الفرنسي بتصريحات قوية انتقد فيها طريقة عمل المنتخب الوطني الجزائري مع إصابة لاعبيه. يعني انتقدنا الطاقم الطبي نتاعنا كيفاش تعامل مع إصابة سمير الشرقي، والبداية اللي كانت مش في المعسكر اللي سبق كأس أفريقيا، وإنما في البداية في شهر نوفمبر، هذا اللي قالوا المدرب اف سي باري، أي قبل مشاركة في كأس أفريقيا 2025. وهنا بدأ ستيفان جيلي مدرب نادي اف سي باري غاضب زعفان بسبب الحالة الصحية تاع المدافع تاعو الشرقي، وقال للصحيفة لو باريزيان الفرنسية اللي كانت نشرت التصريح تاعو، قال شرقي انضم بالفعل للمنتخب الوطني الجزائري في نوفمبر الماضي، وكان بالكاد يعني بدنيا ما كناش راح نسمحوا، لكن بعدها سمحنا له وقلنا راح يشارك مع المنتخب الوطني الجزائري، وعندنا ثقة فيه وثقة في الطاقم الطبي للمنتخب الوطني الجزائري. قبل المباراة الثانية أمام منتخب السعودية، أذكر لكم مباراة تحضيرية لعبنا مع زيمبابوي ولعبنا مع السعودية، ما تدربش شرقي كما قال المدرب مع المجموعة بسبب شعور تاعو بألم، لكنه لعب المباراة وعاود ولا للفريق نتاعو مصاب. هذه تصريحات تاع المدرب جيلي، قال عاود ولا مصاب لكن عالجناه طوال شهر ديسمبر قبل كأس افريقيا، وبعدها انضم للمنتخب الوطني الجزائري للمشاركة في كأس افريقيا، وهو ايضا ما كانش جاهز بدنيا، لكنه ما لعبش المباراة الأولى، فضل بيتكوفيتش إراحته، لكن لعب في المباراة الثانية التي أصيب بعدها في العضلة الخلفية. وأعتقد برأي جيلي مدرب المنتخب النادي الفرنسي اف سي باري، قال أنه من الأفضل له العودة للفريق، لكنه بقي مع المنتخب الوطني الجزائري، لأنه بعد الإصابة في نظر المدرب كان من المفروض أنه يعاود يولي الفريق تاعو باش يواصل العلاج، لأنه مدرب اليوم باريس اف سي يتهم المنتخب الوطني الجزائري بالمخاطرة بصحة سمير شرقي. جيلي ما حبسش هنايا، راح تكلم على امور اخرى، راح اتهم المنتخب الوطني الجزائري بالمخاطره بصحه المدافع شرقي، وقالها بصراحه العباره كما عندي هنايا: اصابه شرقي كانت تبدو طفيفة لكنها تحولت إلى إصابة طويلة الأمد، وأشعر ببعض الاستياء عندما يتم المخاطرة بصحة اللاعبين. وأعتقد بأن المنتخبات الوطنية بحاجة أيضا إلى احترام صحة اللاعبين وأنديتهم، وهذا الكلام راح تكون عنده تبعات كبيرة، لأنه اليوم مدرب أو يتهم في مغامرة المنتخب الوطني الجزائري بصحة لاعبيه، مثلا حجام، مثلا بن ناصر، مثلا أيضا اللاعب سمير الشرقي. وراح قال نشعر خيبة أمل من أجل شرقي لأنه غاب عمليا عن كأس أفريقيا، وسيغيب أيضا عن مباريات النادي نتاعو لمباريات أخرى. يعني
سمير شرقي مربح مباريات مع المنتخب الوطني الجزائري، مربح مباريات مع الفريق نتاعو، لانه لم يعالج بالطريقه التي تجب. هذا بقراءه للمدرب جيلي مدرب نادي اف سي باري. لا باس اذكر انه شرقي خاض اول مباراه مع نادي اف سي باري منذ عودته من المشاركه مع المنتخب الجزائري في كاس افريقيا، لم يلعب اي مباراه، ويواصل التعافي من اصابته العضليه في الفخذ، على امل التعافي سريعا والعوده قريبا الى جو المنافسه. يعني نتمنى ان شاء الله السلامه والعافيه للمدافع سمير شرقي. لكن من خلال تعليقاتكم، هل ظنوا انه المنتخب الوطني الجزائري ما عرفش يتعامل، خاصه الطاقم الطبي ما عرفش يتعامل مع اصابه سمير شرقي وغامر بصحته مثل ما يقول ستيفان جيلي مدرب نادي اف سي؟ لانه هذا الكلام يشبه نوعا ما اصابه سمير شرقي، غامرنا به مثل ما كانت الكثير من الأخبار تتحدث على التعاون مع إصابة مراد مغني في 2009 و2010 مع المنتخب الوطني الجزائري، بعد ما حاولنا نجهزوه من طرف الطاقم الطبي، بعدها ضيع مسيرة كروية مع الكثير من الأندية بسبب الإصابة. هل أنت في التعليقات تاعكم مع تصريحات جيلي أن المنتخب الوطني حقيقة غامر بصحة لاعبه سمير شرقي أم لا؟ سلام.